السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية، من سيدي جابر. نعرف النهارده مع بعض يا جماعة موقع محطة مترو سيدي جابر التبادلية مع محطة ترام سيدي جابر. احنا عندنا كم محطة تبادلية يا جماعة؟ عندنا محطة سيدي جابر ومحطة فاكتوريا ومحطة مصر ومحطة المعمورة. محطة المعمورة تبادلية مع قطار القاهرة. سيدي جابر برضو تبادلية مع ترام سيدي جابر وقطر القاهرة والمحافظات. محطة فاكتوريا تبادلية مع محطة ترام فاكتوريا أو النصر. المعمورة تبادلية مع قطار رشيد والمعدية وإدكو اللي هي المنطقة بتاعت الإدكوليت. النهارده بصوا يا جماعه ده موقع محطه مترو سيدي جابر ان شاء الله. موقع المحطه اول محطه سيدي جابر كده اليمين قبل كليوباترا بشويه. بعد كده بكيلو هيبقى في عندنا محطه سبورتنج عند قدام السبورتنج دوت ورا الوحده الصحيه. وبعد كده محطه الحضره، وبعد كده محطه باب شرقي، وبعد كده محطه مصر. لو رجعنا من الناحيه الثانيه في محطه سيدي جابر، بعديها محطه كفر عبده ما بين شارع مصطفى كامل وشارع وينجت. بعد كده الظهريه. بعد كده محطه السوق غبريال. غبريال اتنقلت عند محطه رمل الميري. محطه رمل الميري اتلغت واصبحت مكانها محطه غبريال ان شاء الله. فاكتوريا محمد نجيب سيدي بيش العصافرة وميامي والمندرة والمعمورة والإصلاح وتوسن وابوير ان شاء الله رب العالمين. المترو 20 محطة بطول 21 كيلو متر. ضفنا 5 محطات جديدة او ضافوا محطات جديدة. باب شرقي، سبورتنج، كفر عبده، ايه تاني؟ محمد نجيب وميامي ان شاء الله. المسار سطحي من محطة مصر لحد كفر عبده، وبعد كده من كفر عبده لحد ابو قير علوي ان شاء الله. شفنا مع بعض كده في كذا فيديو الاعمده اتحطت في ابو قير والمعموره والعصافره وسيدي بيش. لسه بقى محطه الحته بتاعت غبيان والظهريه لسه ما اتعملش فيها حاجه. صعبه شويه هي الحته ديت. ان شاء الله مع الوقت كده كله بيظهر. فاضل ايه النهارده كده بقى لنا سنه وكام يوم. ان شاء الله على شهر 7 2026 هنكون ركبنا المترو ان شاء الله. يا رب يا رب. في حوالي 600 عمود هيتشال عليهم المترو. المترو هيمشي قلنا ايه علوي من ابو قير لحد الظهريه. 600 عمود هيتعملوا ان شاء الله يمشي عليهم المترو. في سلالم كهربائيه، في سلالم عاديه، محطات كده. احنا بصوا جوه محطه سيدي جابر. هنوريكم دلوقتي مكان ايه، مكان موقع محطه مترو سيدي جابر التبادليه مع محطه قطر سيدي جابر ان شاء الله. ربنا كده يتمم على خير كده يا رب. سمعنا برضو ان شهر 7 ان شاء الله الجاي هيبداوا في مشروع ترام اسكندريه. برضو هيشتغل من فاكتوريا ان شاء الله يمشي لحد المنشيه ان شاء الله. بعد كده عندنا تكمله بقى المترو اسكندريه. مرحله من محطه مصر لحد الماكس، ومرحله من حوالي 5 محطات و9 محطات من الماكس لحد 21 العجمي بقى والبطاش والحته اللي هناك دي. ان شاء الله كده ربنا يدينا العمر ونشوفهم يا رب يا رب. الترام في 9 مليار جنيه اتخصصوا عشان تطوير الترام اسكندريه. هيكون بقى شكله ازاي هنعرف قريب ان شاء الله. بصوا اخر محطه سيدي جابر من بره كده في المدخل بتاع محطه مترو سيدي جابر.
ان شاء الله. في عندنا كم محطه كده هياخدوا نفس الطراز القديم. محطه مصر نفس الطراز القديم بتاعها، برضه نفس الشكل. محطه سيدي جابر تاخد نفس الطراز القديم بتاع سيدي جابر. محطه المنتزه برضه هتاخد نفس الطراز القديم بتاع محطه المنتزه، بحيث ما المعالم الاساسيه بتاع اسكندريه برضه ايه تبقى ماشيه نفس الطراز القديم الجميل دوت. حتى المنتزه جميله جدا الصراحه، يعني لازم يحافظوا على ايه، على المسار ده. شفنا مع بعض كده من برضو كام يوم ازاله المحلات في المنظره وسيدي بشر والعصافره وفاكتوريا برضو داخلين عليها. كل المحلات اللي على مسار المترو من ابو قير لحد محطه مصر على سور المترو كل ده هيتشال استثناءات، يعني بحيث يتوسع بقى الطريق ويتعمل تحت محور مول جديد تحط كل 3 حارات في كل اتجاه من حد ابو قير لحد ايه، لحد شارع وينجت. ممكن بقى يطلع من وينجت كده يخش على المحموديه، ويطلع من وينجت برضه يخش ايه على شارع مصطفى كامل ان شاء الله. يعني هنا ان شاء الله اخر رصيف محطه مترو قطر سيدي جابر هيكون موقع محطه مترو سيدي جابر التبادليه مع محطه سيدي جابر ان شاء الله. هم قافلين المسار بتاع مترو ابو قير باسوار حديد، وشايفين الاسوار الحديد ديت على المسار كده من اول سيدي جابر او من اول وينجت، كمان من اول وينجت لحد محطه مصر. وبرضو قافلين الطريق كله من الظهريه لحد ابو قير بحواجز على الجنبين، بس في فتحات برضو ايه بدل ايه الناس تعدي منها، علشان هم شالوا برضو ايه شالوا الكباري العلويه اللي في فاكتوريا وفي العصافره وسيدي بشر والمعموره. كان في كباري علويه الزرقاء دي اللي فاكرينها كلها اتشالت، بحيث يمشي ايه المسار العلوي بتاع المترو عليها. لسه برضو عندنا كوبري المنظره برضو هيتشال، بس لما يتم نقل المعدات من اللي هي مخزن العمارات الجسيمه اللي هو عند شركه النحاس. الارض دي كانت شركه النحاس ارض كبيره جدا، اتعملت زي مخزن كده للعمارات الجسيمه، توليد الكهرباء وانشاء المحطه وتخزين القطارات الجديده. بيعملوا دلوقتي برضو اللي هي الكاميرات بقى اللي هيمشي عليها المترو ان شاء الله في مرغم، بتعمل سابقه التجهيز بحيث تيجي على طول من مرغم تتركب على طول، ايه مش تاخد وقت يعني. وبرضو قضبان الحديد برضو جاهزه. في برضو سمعنا ان في القطارات بتتصدر دلوقتي نازله من اسكندريه ان شاء الله. يعني كده بصوا اللي هينزل ان شاء الله محطه سيدي جابر قطر، ممكن بقى ياخدوا المترو لمحطه مصر، او ياخدوا المترو لحد ايه لحد فاكتوريا. هياخدوا بقى ازاي؟ هيطلع كده من المحطه، من باب المحطه من نفق، هيطلع كده ايه لو عايز يركب الترام برضو ممكن ياخد الترام من التبادليه اللي هي عند محطه سيدي جابر المحطه، يوصل بقى لحد فاكتوريا، يوصل لحد ايه لحد محطه الرمله او لحد المنشيه ان شاء الله. بص خارج المحطه دوت اسكندريه، محطه المترو هتبقى نفس الشكل دوت بتاع محطه سيدي جابر ان شاء الله. اللي عايز يركب بقى ما يركبش المترو، عايز يركب الترام يطلع كده، يطلع على ايه محطه ترام سيدي جابر المحطه، ياخد بقى ايه سكته بقى، ياخد ايه يطلع على بوكلا، يطلع على لوران، يطلع على سان ستيفانو، يطلع على فاكتوريا، او العكس ينزل بقى ايه ينزل على كليوباترا وسبورتنج والابراهيميه وكمبشيزار والشاطبي وقائد ابراهيم ومحطه الرمل. عايز يروح مجمع الكليات يروح، عايز يروح محطه الرمل يروح، عايز يروح المنشيه يروح ان شاء الله. برضه ممكن يطلع من هنا يطلع شارع المشير، يطلع على الكورنيش في سيدي جابر وزووك، يطلع على كوبري سيدي جابر الجديد
في برضه نفق اهوت او كوبري علوي في الشارع، اللي مش عايز يعدي الطريق يعني ممكن يمشي منه ان شاء الله يعني. يا رب يا جماعه دايما كده بخير وسعاده، ونشوف كده بقى المترو الجديد، ونشوف الترام الجديده، ونشوف كل حاجه اسكندريه جديده، مع توسيع الكورنيش من منظره لحد السرايا قرب يخلص اهوت. دلوقتي بيعملوا ايه؟ هو خلص تقريبا، بس دلوقتي بيعملوا البنيه التحتيه في الحته اللي عند المنظره كده لحد سيدي بشر، بحيث برضو ماشي المطر ايه ما تاثرش برضو ايه في اللي ايه في الطريق الجديد. شفنا الكورنيش الجديد، شفنا كنا فسحه امبارح مع بعضينا من البروفاج لحد المنظره، شفنا الطريق بقى عامل ازاي، والبحر بقى جميل جدا الصراحه. دي محطه سيدي جابر المحطه، مش عارفين بقى هل محطه سيدي جابر الشيخ هتتلغى ولا هتمشي نفس برضو ايه، ولا الاتنين موجودين. الكلام ان هي هتتلغى يعني. شوفوا يا جماعه، في بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه. لو حد عنده اي سؤال او حد عنده اي معلومه جديده يبلغنا كده فيها بالتعليقات ان شاء الله. يلا يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب دايما بخير وسعاده. اشكركم على المتابعه، شكرا يا جماعه، السلام عليكم.